Hello mes cookies, j'espère تكونوا bien. أنا لاباس الحمد لله. اليوم جيتكم فيديو شباب. كاين بزاف بنات يعيشوا تعب نفسي، ماشي باسكو انهم ضعاف، باسكو هما طيبين اكثر من اللازم. اليوم راح نحكي لكم نصائح من القلب باش تولي قوية وكلاس وتعيشي حياتك براحة. إذا حسيتي روحك تحتاجي التغيير الحقيقي خليك معايا للنهاية. أول حاجة واللي هي كوني طيبة بصح مشي ساذجة. أول حاجة حبيبتي كوني نية بصح مشي بزاف، مشي واحد الدرجة اللي يطلعوا فوق الدلة. كاين فرق كبير بين الطيبة والسذاجة. الطيبة تخليك محبوبة بصح السذاجة تخليك الناس تستغلك. مش كل واحد راه يضحك لك سافيغ يبغيك، ماشي كل كلمة واحد هكا كل واحد يقول لك كلمة حلوة راه سافيغ راه صادق وراه يهدر نيشان. تعلمي تقولي لا، تعلمي تحطي حدود، حطي دي ليميت. صاي حبيبتي يليق يكون في حياتك حدود باش تكوني قوية. صاي وباش تكوني قوية تاني إذا ما تبكيش على أي حاجة صغيرة، ماشي أي حاجة يديروها لك ولا أي كلمة يقولوها لك هي صاي تاكتيفي لي هادوك الدموع. لا، الدنيا فيها بزاف مواقف وكل موقف يعلمك تكوني أقوى. الحاجة الثانية واللي هي الثقة بالنفس والهيبة، واحدة من أهم الحاجات واللي هي الثقة بالنفس. تهضري مع واحد إليق ما تهبطيش راسك، صاي إليق تشوفي في عينيه بكل ثقة وبدون خوف وبدون توتر، وخلي حضورك يكون قوي حتى بلا ما تهضري بزاف، وما تخليش حتى واحد يضحك عليك ولا يقلل من قيمتك. صاي إذا تجرأ كاش واحد ضحك عليك ولا قلل من قيمتك إليق تحبسيه عند حده وتفهمي باللي انتيا ما تبغيش هذا النوع من الزعاقه ولا ما تبغيش هذا النوع من التعامل. المهم خش كاين سي دي فوا ناس يطيحوا من قيمتك ومن بعدها يقول لك انا نقصروا. لا، قول لها حبيبتي ما تكسرش معايا كيما هاك. صحيح حبيبتي ليك يكون عندك دي ليميت من الاول. انتيا عندك قيمه وخاصك تعرفيها وما تخلي حتى واحد يطيح لك من قيمتك. الحاجه الثالثه واللي هي الاهتمام بالنفس، حاجه مهمه بزاف واللي هي كما قلت لكم الاهتمام بالنفس. تهلاي لي في بشرتك، في شعرك، في لبستك، في نظافتك، ماشي باش تعجبي الناس. نو 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 نو. حاجه الاولى باش تعجبي روحك انتي وباش تحبي روحك انتيا. شوفي جربيها غير كاش نهار تنوضي الصباح دوشي تلبسي كاش حاجه نظيفه، والله كي تشوفي روحك شابه ونظيفه راح تزيد ثقتك بنفسك تلقائيا بلا ما تحسي. الحاجه الرابعه واللي هي الصحه تاعك والانوثه تاعك. جسمك هذا راه امانه عندك حبيبتي، ما تضيعي ليش هذاك الجسم، ما تضيعيه بالشر مسكين حتى يولي سلوكي. لا، وما تاكلي حتى تفرعي عليه هذاك لاطاي وبالشحم وكامل وتولي الباب ما يدخلكش. لا، جسمك راه امانه عندك يليق تهلاي لي فيه. حاولي تبعدي على التوتر وصداع الراس، وخلي عندك روتين بسيط. مثلا يكون عندك في يومك وقت لنظافتك اليوميه، ويكون عندك اكل صحي متوازن، وماذا بيك تشربي مشروبات طبيعيه وتزيدي تانيك اعشاب تزيد في الانوثه تاعك. كاين بزاف اعشاب راح نحطهم لكم في القناه يزيدوا في الهرمون الانوثه. مثلا الحليب مع شويه ما زهر راح يعطيك راحه ويخليك تهداي. مثلا النعناع، اي حاجه طبيعيه استعمليها بعقل وتوازن. والاهم يليق تسمعي الجسم تاعك وكي يعيا يليق تخليه يريح. صحيح حبيبتي. الحاجه الخامسه واللي هي يليق تحمي روحك حبيبتي، ما تخربيش روحك بروحك. صحيح اي حاجه خاصه بك خليها خاصه،
ما تبعتيش صورتك لأي واحد مهما كان، وما ديري ثقة في أي شخص بسرعة. الدنيا تبدلت ولازم تكوني واعية. خلي كرامتك فوق كل شيء. الحاجة واحدة أخرى واللي هي العلاقات والناس. اختاري الناس اللي في حياتك بعناية. ماشي لازم يكون عندك بزاف صحابات، نو. القليل الصالح خير من الكثير الغلط. وبالنسبة للعلاقات، خلي عندك حدود. أي حاجة تضيع لك وقتك ولا تضيع لك طاقتك، بعدي عليهم، بعدي عليهم. وركزي لي على روحك، ركزي لي على نفسك وعلى حياتك وعلى مستقبلك، لاخاطش انت الانسان الوحيد اللي رايح يكمل معك للاخير. الناس كامل يشوفوا حياتهم. الحاجه واحده اخرى واللي هي اهم حاجه، القرب من ربي. تقربي من ربي، خافي ربي مشي من الناس. صلي، ادعي، وكوني دائما نيتك صافيه. كي تكوني قريبه من ربي تحسي براحه وقوه من الداخل. وفي الأخير حبيبتي، كوني راقية في أخلاقك، قوية في شخصيتك، وحنينة مع روحك. إذا حبيتي الفيديو كتبيلي في التعليق، نحب روحي وراح نطورها. وما تنسايش تشاركيه مع أي بنت تحتاج هذا الفيديو. وماذا بيك تخلي لي لايك وكومنتار وتشتركي في القناة. نتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله.